السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. تعالوا نتكلم مع بعض عن الناس اللي بتطلع تعمل دعاية لشركات ومنتجات بتاعت الشركات دي والمصانع دي، وهم بيبقوا مجربين حاجات معينة، يا اما مجربين حاجات ويقولوا آرائهم فيها، بس مش بيدوك كل الآراء او بيفيدوكم وبيضللوا الناس. فانا عايزة اقول لكم ان انا تعرضت لموقف، ويعتبر موقف برضو مش كويس. ومن بعد الموقف ده انا الصراحة فقدت الثقة في اغلب الناس اللي بتطلع على النت، وكمان الناس المشهورين، يعني شيفات مشهورة وبيجوا على قنوات في التلفزيون وبيقدموا برامج، وكمان ليهم شعبية كبيرة، ويجوا يعملوا دعاية لإعلانات ويعملوا إعلانات لشركات وياخدوا منهم منتجات معينة، ويجوا يقولوا لا ده المنتجات دي ممتازة، وينصحوا الناس ان هي تاخدها عشان خاطر يحققوا طبعا مبيعات كتيرة للمصانع دي او للشركات دي، وفي نفس الوقت هم يستفيدوا وياخدوا مقابل مادي كبير على الدعاية اللي بيعملوها دي. تعالوا طبعا نتعرف مع بعض على الموقف اللي انا اتعرضت له، ومن ساعتها فقدت الثقة في ان انا اطلب حاجة من اي حد غير اللي انا واثقة فيه تمام الثقة ان هو بإذن الله هيديني منتج كويس جدا، وكمان هيديني حاجة تستاهل الفلوس اللي هتدفع فيها. طبعا احنا عارفين ان الفترة دي الاسعار غالية جدا، فمش بالسهل ان الواحد يجيب الحاجة. اول حاجة ان احنا الخلاط عندي القديم يعتبر كده صلحته كذا مرة، ولقيته خلاص جاب اخره كده وبدأ يبوظ يعني، فما عرفتش بقى ان انا اتعامل معاه تاني، فقلت خلاص اشتري واحد جديد. طبعا اشتري واحد ايه الخلاط اللي اجيبه؟ فكرت كتير اجيب خلاط من اي نوع مشهور، لقيت الاسعار رافعة جدا. فالمهم شفت على النت بالصدفة كده فيديو جه قدامي عن شركة اسمها شركة رافال. شركة رافال دي لقيتهم عاملين دعاية، وشيفات كبيرة بدون ذكر أسماء عاملين دعاية للشركة دي أو المصانع دي. هي شركة مصرية، يعني المنتجات بتاعتها مصرية 100%. طبعا لما عملوا الدعاية دي أنا صدقتهم، قلت خلاص أجيب ايه المنتجات بتاعتهم، وعرفت جبت الكتالوج بتاعهم من على النت، واتصلت بيهم وعرفت الأسعار وعرفت كل حاجة، ولقيت المنتج بتاعهم رخيص يعني إلى حد ما مقارنة بالأسعار اللي موجودة حاليا في الماركات اللي هي الغالية. يعني أنا قلت أجيب حاجة تمشي معايا الدنيا يعني. المهم شركة رافال أنا كنت جايبة منها قبل كده عجان. العجان دوت أنا يمكن شفتوه معايا في الفيديوهات، وهبقى أعمل لكم ريفيو إن شاء الله عن العجان بكل تفاصيله، والقطع بتاعته قطعة قطعة بإذن الله إن شاء الله. لان في ناس طلبت مني ان انا ان يعرفوا العجان دوت واجربه معاكم ان شاء الله، وعايزين يعرفوا التفاصيل بتاعته. تعالوا بقى نشوف مع بعض. انا جبت بقى منهم، رحت طالبه اللي هو الخلاط. عندهم خلاط وعندهم هاند بلندر وعندهم عجان. انا جربت العجان وجبت اللي هو العجان بالملحقات بتاعته، بالدورق وكمان المفرمه. تمام كده. المهم بعد ما جبته رحت بجرب الدرق بتاعهم اللي هو يعني شفشق الخلاط. جيت حطيته على المعجان لقيته عمال ينزل المية والسوائل اللي فيه. طبعا خفت لا يحرق لي الموتور. المهم اتصلت عليهم وقلت لهم، وبعت لهم رسالة على اللي هو الصفحة او على الواتس يعني، عشان خاطر اعرفهم، وقالوا لي طلبوا مني ان انا اصور لهم الشفشق مثلا وهو مكسور. اول مرة جالي الشفشق مكسور، تاني مرة الشفشق جالي وكان يعني هما بعتولي في شحن تاني، وما دفعتش فلوس يعني. تاني مرة يعني لما كان مكسور خدوه بعتولي في الشحن، وما خدوش الفلوس الصراحة بتاع الشحن. المهم لقيت بعتولي واحد تاني، فرحت استعملته برضو طلع مخروم من تحت، يعني بدل ما كان مكسور من الجنب لا عملته لقيته بيشر برضو بينزل المية بتاعته كلها، او اي سوائل او اي عصاير فيه. فخفت لا يحرق الموتور. المهم مرتين على الحالة دي، مرتين يطلع مخروم وبينزل المية بتاعته، ومرة الأولانية كان طلع مكسور من الجنب.
المهم ان انا غيرته منهم 3 مرات، والواحد يقول الحق، هما شركة محترمة الحقيقة، وما بيتأخرش عن الواحد، وعندهم خدمة ما بعد البيع ممتازة جدا. بس هو المشكلة في حاجة، المشكلة في المنتج، المشكلة في ان الخامات المستعملة. يعني الناس اللي طلعت عملت دعاية للشركات دي قالوا ان الدورق ده غير قابل للكسر والكلام ده. المهم ان انا لما جبته لقيته بينزل المية بتاعته، وزي ما انتوا شايفين المنظر عامل ازاي. انا جربته على الخلاط ده، طبعا الخلاط احنا خلصنا بقى موضوع الدورق التاني. المهم رحت قلت لهم طب خلاص انا مش عاوزة الدورق بتاع العجان، انا هعوده وادفع فرق الفلوس واخد بيه خلاط. المهم رحت طبعا دي كانت غلطة مني برضو، ان انا قلت يمكن يكون الخلاط كويس، بس هي كانت غلطة. المهم رحت دفعت، كان ليا فرق فلوس، بدل ما يعني ما ينفعش ان انت تعودي فبدلت. المهم جيت بعد اتصلت عليهم وقلت لهم لا انا خلاص مش عاوزة الدورق بتاع العجان، انا هدفع الفرق بتاع الفلوس واجيب الخلاط. الخلاط كان بكام بقى؟ الخلاط كان نازل ب900، لا ب850 جنيه. الخلاط ب850 جنيه. خلاط معاه الدورق بتاعه، ومعاه 2 مطحنة، ومعاه شهادة ضمان لمدة سنتين. تمام. الشفشة بتاعه حلو ونقي وكل حاجة، وما بيتكسرش لو وقع على الأرض. ومعاه 2 مطحنة، المطحنة مصنوعة من البلاستيك. كل أجزاء الخلاط عيبه أول حاجة إنه خفيف جدا، يعني تمسكي كده ريشة. زي ما انتوا شايفين الدورق عمال ينزل المية بتاعته والسائل. طبعا ده عيب تصنيع من الأساس، يعني المفروض صنعوا حاجة المفروض إن هم يهتموا بيها ويعملوها يعني بشكل عالي، طبعا لأن هم عايزين يثبتوا نفسهم في السوق. طبعا المطحنتين انا ما جربتهمش، لان انا خفت، لان لقيت الخلاط وانا بشغله صوته عالي جدا. زي ما انتوا شايفين كل الاجزاء بتاعته مصنوعه من البلاستيك، وكمان مش تقيل كده، ولا تحسيه عامل زي الهوا كده، حاجه كده خفيفه جدا. رحت بقى جربت اللي هو الشفشة، لما لقيته بقى بينزل مية بتاعته ومغرق الدنيا، انا خفت لا يحرق الموتور ومعرفش اعوده. رحت اتصلت عليهم وبعت لهم صورة على الواتس، وعملت لهم فيديو صغير كده على الخلاط، يعني الدورق وهو منزل المية بتاعته او السائل بتاعه يعني. رحت قلت لهم لا خلاص انا مش لازمني المنتج اصلا. فكانوا عايزين يبدلوا لي، قلت لهم لا انا خلاص مش عاوزة الخلاط، انا كفاية عليا العجان وخلاص على كده. وعودت الدورق وكمان الخلاط واستبدلت الفلوس. بعدها بيومين راحوا بعتوا لي رسالة ان هم يعني خدوا رقم الفودافون بتاعي، وراحوا بعتوا لي الفلوس اللي انا دفعتها. الصراحة فالواحد يقول اللي ليه واللي عليه بكل امانة، يعني كمنتج اللي هو الخلاط ما انصحكمش ان انتوا تشتروه، لانه فعلا الخامة بتاعته رديئة جدا، خفيف، مش هيستحمل اللي هو الاستهلاك بتاعنا، لان يعتبر الخلاط من الحاجات الأساسية. وما تصدقوش كمان، دي نصيحة تانية، أي حد يطلع حتى لو مشهور، وكمان ما تصدقوش أي حد يطلع على النت حتى لو مشهور وتاخدوا كلامه ثقة. لا، بيبقى في ناس منهم صراحة بيبقى ليهم مصالح ان هم هياخدوا مثلا المنتج ببلاش منهم، وهياخدوا فلوس على الدعاية اللي هم بيعملوها للشركة. فما تصدقوش اي حد يطلع ويشكر في منتج الا لما تجرب، يعني تسألوا حد مجرب مثلا جاب المنتج ده وجربه، اسألوه تاني حاجة، ويكون امين يعني عشان هيديكم معلومة تكون 100% سليمة. تاني حاجة كمان ان انتوا لما تيجوا تعملوا الأجهزة بالذات، يعني يا ريت ان انتوا تتعاملوا مع محل مباشر كده، ما تجيبوهاش اونلاين خالص. لان المنتجات اللي هي او الأجهزة عموما بيبقى فيها غش كبير، وطبعا الأجهزة مش رخيصة، يعني بيدفع فيها مبالغ. فعشان كده عايزاكم لما تيجوا تجيبوا أجهزة أو أدوات منزلية، بس تكون من مكان موثوق، وتتعاملوا مع المحل مباشر. ما تجيبوش حاجة أونلاين في الأجهزة بالذات، لأن ده ممكن يعرضكم لمشاكل. وممكن كمان، طب الشركة دي طلعت كويسة والحمد لله رب العالمين، عودت لي الحاجة، لكن او عودت لي الفلوس بتاعتي اللي دفعتها، لكن ممكن تقعوا مع شركة تانية وتلاقوهم مش راضيين يدوكم الفلوس بتاعتكم، يبقى خسرتوا المنتج، جبتوا منتج مش كويس، يكون مغشوش، وكمان خسرتوا حاجة تانية، الفلوس اللي انتوا دفعتوها. فأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا
بالتجربة بتاعتي، واتمنى اكون افدتكم في الفيديو بتاعي. وكمان ما تنسوش اهم حاجة كل فيديو بطلبها منكم لو سمحتوا تدعوا لزوجي في الايام المفترجة دي ان ربنا يتقبل يا رب كده منكم، تدعوا له بالرحمة والمغفرة، ويجمعنا ربنا بإذن الله في الجنة. وأتمنى أكون يعني عرفت إن أنا أفيدكم في الفيديو ده بالمعلومات اللي عندي، وأتمنى إن انتم ما تتعرضوش